اهلا وسهلا بكم متتبعات ديالي الغاليات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتمام صحه والعافيه ان شاء الله. دائما مع فيديو جديد واقتراح جديد من شهوات خديجه الدكاليه. اليوم الغزالات ديالي فيديو اللي متغاير كيكه ديال العيد اللي تقدروا توجدوها المائده ديال الافطار ديال العيد، شي حاجه اللي غزاله تماما بافكار بسيطه كتجي عملاقيه. كيف كتشوفوا معايا التزيين ديالها جد بسيط وكتجي رائعه في المنظر وكذلك في المذاق ديالها كتجي زوينه. كيكه كتجي مذهبه اللي بمكونات اللي سهله وبسيطه نوجدوها للعيد، شي حاجه اللي غزاله تماما. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي رائعه. بالنسبه للمذاق ديالها اللي جد رائع بزاف كيف قلت لكم بمكونات سهله واقتصاديه نوجدوا كيكه العيد. نخليكم معايا باش نكتشفوا جميع المكونات ديالها والطريقه ديال التحضير. قبل ما نوجدوا طريقه التحضير غندوزو نقطع معكم طريفات. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي خفيفه تماما ورائعه في المذاق كيف قلت لكم. ودابا نخليكم معايا نكتشفوا جميع المكونات ديالها والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات عندي دقيق لحسب الخليط، كيس ديال الفاني ديال الزهر كيف كتشوفوا معايا ضروري يكون ديال الزهر، كأس ديال السكر سنيده، كأس ديال الزيت، ياغورت ديال الفاني، كذلك عندي ثلاثه الخمارات وزن 8 غرام، شويه الملحه، 3 البيضات. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نضيف فيه 3 البيضات، غادي نزيد عليهم سكر سنيده وشويه الملحه، وكذلك هذيك النكهه ديال الزهر صراحه كتعطي واحد المذاق اللي خيالي في الكيك. كتجي رائعه تماما. غادي نطرب المكونات مزيان مع بعضياتهم كيف كتشوفوا معايا، البيض مع السنيده حتى كينسجموا ليا المكونات ديالي. ضروري انكم تطربوا في هذه الاثناء المكونات ديالكم حتى كيتضاعف لكم الدرجه ديال البيض مع سكر سنيده. غادي نزيد عليهم كأس ديال الزيت. دائما كنقول لكم العبار يكون بكاس عنبه باش كيجيوكم المقادير مضبوطين. صافي هنا تدريجيا كنزيد الدقيق وانني ما كنحبسش من الطراب نهائيا، كنطرب مزيان باش الكيك ديالكم كيجيكم عملاقي. السر في الكيك انكم كتطربوا المكونات ديالكم مزيان. صافي هنا غادي ناخذ ياغورت ديالي وغادي كذلك نضيفو، تقدروا تعوضوه بكاس ديال الحليب. بالنسبه انا درت شاسيه ديال الفاني، يعني من احسن ديروا ياغورت ديال الفاني. صافي هنا غادي نطرب المكونات مزيان مع بعضياتهم كيف كتشوفوا معايا مع بعضياتهم حتى كينسجموا ليا المكونات تماما كيف قلت لكم. صافي هنا تدريجيا انني غنبقى نضيف دقيق وانني كنخلط في المكونات حتى كنحصل على واحد الخليط اللي يكون خفيف شويه ما يكونش ثقيل. صافي هنا غنبقى تدريجيا انني نزيد في الدقيق وكذلك غادي ناخذ الخميره اللي غادي نغرب لها مزيان كيف كتشوفوا معايا. هنايا البنات 3 الخمارات اللي وزن 8 غرام كيف كتشوفوا معايا. غادي ندوزهم في هذا الغريبيل هذا صافي وغادي نديرهم مع الدقيق ونخلط المكونات ديالي مزيان كيف كتشوفوا. غادي نطرب المكونات ديالي مزيان. صافي غنبقى مستمره على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق اللي غادي نضيف فيها، وغادي نقول لكم تقريبا شحال هزت ليا ديال الدقيق. صافي هذا كيف كتشوفوا معايا غادي نزيد شويه دقيق، مازال الخليط ديالي خفيف بزاف. غادي نزيد شويه دقيق وصافي غادي نجمع الخليط ديالي. بالنسبه لبنات الدقيق باش هزت ليا هاد الكيكه هذه 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق.
هنايا البنات راني نسيت انني ما صورتش معكم، انني دهنت المول ديالي اللي يكون طويل بالزبده والدقيق ودرت فيه الخليط ديالي ودخلتها الفران حتى طابت مزيان تماما كتشوفوا من التحت وذهبت ليا من الفوق. عاد خرجتها. انا كيصحاب لي انني كنصور وانني راني ما صورش هذا المقطع باش انني خويت الخليط ديالي في المول هكا يكون طويل. تقدروا ديروه في اي مول معتمد عندكم. صافي هنا درتها في واحد المنديل كيف كتشوفوا معايا. السر ديال الكيكه البنات هو سخون انكم تحيدوه من الفران، ديروه في واحد المنديل كيف كتشوفوا معايا في الصوره هكا. كيف كتشوفوا معايا الكيكه ديالي راه كتجي مذهبه وغادي نغطيها كيف كتشوفوا معايا في الصوره. هادو من الاسرار ان الكيك ديالكم يكون زوين في المذاق ديالو. غادي نغطيها كيف كتشوفوا معايا ونخليها على جنب واحد نصف ساعه حتى كتبرد تماما مزيان. بعد ما بردات ليا الكيكه ديالي كيف كتشوفوا معايا اللي غناخذ الطبسي اللي غادي نقدمها فيه وغادي نزينها معكم. بالنسبه للتزيين انا غادي نرفقها وغادي نزينها بشويه ديال الكراميل كيف كتشوفوا معايا خطوط من الفوق كيعطيها واحد المذاق اللي غزال. البنات كيعطيها المذاق رائع. تقدروا تزينوا باي حاجه نتوما معتمدين عليها تزينوا بها الكيك ديالكم. بالنسبه للكراميل كيعطيها واحد المذاق اللي خيالي وزوين بزاف. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف وصفه ديال الكراميل وكذلك هنا غنزينها بشويه ديال الفويتين نقدر حتى هو نخلي لكم في صندوق الوصف. من بعد هنا الغزالات ديالي مزيانه بدوك الحبيبات ديال الشوكولا مع الفويتين كتجي رائعه الكيكه كتجي كدو في الفم شي حاجه اللي غزاله تماما. كيف قلت لكم انا نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال الكراميل وكذلك الرابط ديال الفيتين. دخلوا وتفرجوا فيها راه شي حاجه سهله البنات توجدوها في البيت ديالكم وتزينوا بها الكيك ديالكم اللي بسطات. كيف كتشوفوا معايا هذه هي الكيكه العجيبه اللي توجدي في هذا العيد هذا لوليداتك والضيوف ديالك اللي غادي يحماقوا عليها. كيف قلت لك المكونات اللي سهله وبسيطه. كيكه عملاقيه كتجي محمره كيف كتشوفوا معايا كتجي مذهبه تماما وكتجي خفيفه بزاف. بالنسبه للسر ديالها والنجاح ديالها انكم تنقصوا الفرن على نار اللي تكون مهيله وتخلوا الكيك ديالكم انه يطيب على خاطره وكوني اكيده ان الكيك ديالك غيجي غزال بزاف. كنتمنى الوصفه ديالي تكون عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم وغادي نقطع معكم الطريفات اللي غادي تشوفوهم وتشوفوا القوام ديالها كيفاش جات. شوفوا معايا القوام ديالها كتجي خفيفه تماما وكيف قلت لكم ان الكراميل كيعطيها واحد اللذه اللي غزاله بزاف. كنتمنى تكون عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بالتعليقات الزوينه دائما اللي كتخلوا ليا. ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وصفه جديده دائما من شهوات خديجه الدكاليه. عواشركم مبروكه وتدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. خليتكم على خير. السلام عليكم.